تجي للهواء الطلق وتخدم ودير الرياضة ولا الهواية ديالك كيف ما بغيتي. 6 7 8 9 ديال الآلات اللي كاينين في بلاصة وحدة، يعني واخا المكان يستحق انك تجي وتستافد هنا، ومشجع اللي ما كيديرش الرياضة بحالي انه يجي يجي معكاز بحالي. والسلام عليكم ورحمة الله إخوان، فيديو جديد على قناة زهير صحة. معكم زهير. اليوم جبتكم لواحد البلاصة اللي جيت جميلة وغيتعجبكم إن شاء الله. فيها مجموعة ديال الآلات الرياضية بالنسبة للدراري اللي كيترينيو الحديد ولا عزيز عليهم يحملوا الأثقال. هاد البلاصة هذه هي المكان المثالي أو الرائع فين يقدر تمارس الهواية ديالك، وخصوصا في الهواء الطلق. شوفوا لي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الهواء الطلق في واحد البلاصه اللي منفسه اللهم بارك، كاملها اشجار وفيها واحد الهواء اللي هو نقي، بعيد عن الضجيج، بعيد عن الستريس ديال المدينه. بلاصه واعره كما كتلاحظوا معايا انت، والطبيعه لحقاش كاينه الشجاري وكاين شويه ديال الخضوريه. هنا الجنبات ديال ملعب أدرار الكبير بمدينه اكادير. هذا هو المسبح على ما اظن، هذا هو المسبح على يدينا اللي صار، وهذا راه كيتبنى مازال فيه الاشغال والتيران من موراه. وهنا كاملو راه الجنبات ديال التيران اللي دارت فيه واحد العمليه ديال التشجير اللي هي كبيره، خصوصا اشجار النخيل الى غير ذلك. جهزات مؤخرا هذه الساحه هذه، غير مؤخرا، فيها جليسات بحال هكذا، وفيها الاناره العموميه كذلك. واهم حاجه في هذه البلاصه هذه كما قلنا هما هاد الالات هادو او هاد الادوات هادو اللي ممكن انهم الرياضيين او الناس اللي كيعزز عليهم السبور وكيديروا السبور انهم يجيو لهنا ويستغلوا هاد المكان هذا احسن استغلال. جيت في هذا الوقت هذا ما حسن الحظ انني ما تصادفتش على مع حتى حد باش ما يكونش التصوير ما يكونش فيه الازعاج لحتى واحد. دابا غادي نبداو على بركه الله وغادي نبين لكم هاد الالات هادو اللي كاينين هنا. صراحه انا ماشي تقني في هاد الالات هذا، ولكن الناس اللي كيترينيو راه غادي يعرفوا السميات ديالهم التقنيه الحقيقيه. هادو كاينين هكا، هادو راه خلاص راه كيخدم فيهم لي الدين وداكشي. كما قلت لكم انا راه ماشي تقني في هذا المجال هذا، ولكن كنحاولوا اننا نعطيو فرصه ونتعرفوا على المكان وعلى التجهيزات اللي كاينين فيه. كاين هذا حتى هو في هذا الشكل هذا، المكان جد رائع. وكاين هنا الامن والامان، يعني راه واحد الحراسه مشدده كاينه على الجنبات ديال التيران ديال أدرار، راه ما نعاودوش عليها. خصوصا هو قريب للطريق الرئيسيه، يعني راه الانسان يجي لهنا وياخذ الراحه ديالو في لانطريما ديالو او في التدريب. كما قلنا المكان مجهز عن اخره في مجموعه ديال الالات. كاينين هذه حتى هما في هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. هذا الجانب الاول. كاينين هادو راه مازال ما تعلقوا فيهم، هادو نورمالمون بحال دابا هادي راه ديال البوكس، غادي تعلق فيها هذيك ديال البوكس. نديرو هكذا، مازال ما تعلقاتش فيه. وحتى هذه راه فيها تصويره نورمالمون، شتيها غادي يكونوا فيها جوج، وحده من هذه الجهه وحده من هذه الجهه. هذه اللي عزيز عليه الليغا راه غادي يلقى داكشي اللي بغا في دوك جوج الات. غادي نجيو نكملوا وغادي نلقاو هنا مجموعه ديال الالات ديال رفع الاثقال. كاين هنا مجموعه ديال الالات ديال رفع الاثقال. كاين هنا واحد اركانه ها هي. كما كتعرفوا راه ممنوع منعا كليا انه الاركان يتقاس او يتحيد
وهادو هادي واحد الشجرة راه إلا كتب لك الله الحياة راه غيتبقى، راه هي راه مقادة في الجنبات ديالها وبقات الأركانة شادة في راسها. غادي نجيو نشوفو هاد الآلة هادي كما قلنا، هادو ديال رفع الأثقال أو الميسكيلاسيون. الناس اللي عزيز عليهم اللي كتريني في لاصال، يعني واخا كاع كتريني في لاصال راه ما فيها باس انك تجي الهواء الطلق وتخدم ودير الرياضة أولا الهواية ديالك كيف ما بغيتي. واهم حاجه اللي نورمالمون خصها تكون هو الحفاظ على هاد الممتلكات هادو اولا على هاد الالات هادو، ما يكونش داك التهراس وما يكونش داك التخريب. هذه هي اهم حاجه. كما كتلاحظوا معايا هذيك راه طايحه شي شويه لتحت، هذيك راه واقفه. كما قلت لكم الدراري اصحاب الاختصاص اولا حتى البنات علاش لا يجيو هما يستافدوا من هذا الفضاء هذا. كما كتلاحظوا معايا راه كاين مجموعه ديال الالات، كاين واحد جوج ثلاثه، كاين الرابعه مورايا، ها هي 4 5 6 7 8 9 ديال الالات اللي كاينين في بلاصه وحده. يعني واخا كاع تكون مجموعه ديال الاشخاص راه ممكن واحد يستعمل هذه الاله والاخر غادي يمشي للاخرى وهي غاديه، وكل شيء غادي يقضي الغرض ان شاء الله. كاينين هنا كراسه، كاين هنا كراسه ها هما، كاين مجموعه ديال الكراسه يعني اللي غادي يجي غير يجلس يتفرج، ولا بغيتي تستريح غادي تجلس هنا. وكاينه هاد الجليسه هادي الطبيله ديالها، ها هي الطبيله ديالها كما كتلاحظوا معايا. اهم حاجه هي المحافظه على المكان وعلى هاد الالات هادو. كيفما كنعرفوا الملك العمومي كيخصنا نحتفظوا عليه باش اللي جا يقضي الغرض ولا حتى يستافد. كيف ما قلنا بعدا على العموم، لقاش هادو داروا هنا غير مؤخرا، ما عرفتش واش في رمضان ولا قبل رمضان، ما نقدرش نقول لكم النهار فاش تحطوا هنا، ما عنديش علم، ولا كاين غير مؤخرا فاش تحطوا هنا. غادي نجيو للجهه الاخرى حتى هو راه فيها مجموعه ديال الالات الرياضيه. هي واحده اخرى هذه كتجلس فيها وكتخدم فيها الرجلين. كاين هاد الآلة هادي حتى هي زعما المكان يستحق انك تجي وتستافد هنا، ومشجع اللي ما كيديرش الرياضه بحالي انه يجي شي معكاز بحالي يجي حتى هو يستافد من هنا ويدير الرياضه ويخدم على الصحه ديالو اكثر واكثر. كما كنعرفوا الرياضه راه من اهم الحوايج اللي خص الانسان يديرها في الحياه ديالو، ولو غير المشي. اضعاف الايمان هو انك تمشى، غير خص تكون غير الفكره ويكون التنفيذ. الانسان ما يفكرش بزاف. دابا هاد النصائح كنعطيهم من راسي هاد النصائح هادي خصني نورمالمون نعطيهم من راسي. واخا غير المشي كناش يامات كنديرو شي شويه، ولكن مؤخرا درنا بزاف ديال التهاون. كما كتشوفوا معايا الفضاء راه كبير، يعني كيف ما قلنا واخا تجيو مجموعه ديال الاشخاص راه ممكن انكم تستافدوا من المكان بواحد الشكل وبواحد الاريحيه اللي هي كبيره. ها هي واحد الاله اخرى على هذا الشكل. ها هي واحده اخرى كما حسبنا في ذاك الجانب غادي نعاودو نحسبوا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 آلة. اللهم بارك في الهواء الطلق. هذه واحد الإضافة الكبيرة لمدينة أكادير اللي كانت كتفتقد بحال هاد الحوايج هادو. الحمد لله اليوم في 2026
كتوفر المدينه على هاد المكان هذا ولا هذا الفضاء هذا. وما نساوش راه كاينين حتى في لاكوط في الكورنيش ديال اكادير حتى هما راه فيه مجموعه ديال الالات الرياضيه بحال هكذا. كما كنقولوا كنتمناو هذا الخير هذا تبقى عليه المحافظه، يعني ما يكونش تخريب، لهاد الالات هادو، نحافظوا عليهم ما امكن. ولا كاع جاب الله كاع تخربات ولا شي حاجه بفعل انها ممكن تستعمل، داك الاستعمال حتى هو راه ممكن يؤدي لشي حوايج مثلا تهرس ولا على سباكريس ولا على بزاف ديال الحوايج ممكن توقع فيها. واخا كانت النيه يعني كانت النيه زوينه راه ممكن انها تقاس. وهذه مطالبه بلونتروتيان انه يكون لونتروتيان ديال الحوايج الا كانوا كيبقاو ديما المحافظه كتبقى كاينه، وكاينين شجيرات، كاين هنا التشجير، كاين هنا مازال مجموعه ديال العمليات ديال الخدمه اللي كاينه في هذا القنت هذا كما كتلاحظوا معنا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. كان معكم زهير صحه على قناه زهير صحه. كنتمنى انكم تعرفتوا على المكان هذا. كما قلنا راه كاين في جنبات ملعب ادرار ديال مدينه اكادير، واللي ما فراسوش المعلومه دابا راه فراسك انك تجي وتقضي الغرض في احلى حله.